الاساسي الاول عايز اعمل الاستاد بتاع 6 اكتوبر. فبدور له على موارد، فلو جت موارد من مكان تاني مش هستغل ارض النادي حاليا يعني. النادي الزمالك قرب من النادي الاهلي تسويقيا ولا لسه الفجوه كبيره؟ لا طبعا نادي الزمالك اتدبلر 3-4 مرات تسويقيا. تمام. يعني مثلا كنا اخر عقد تعاقد مثلا كان بكام؟ مثلا كان ب 4 مليون جنيه. كان مع مؤسسه الاهرام. دلوقتي نادي الزمالك عقده بيتجاوز ال 50 مليون. 50 مليون في السنه؟ في السنه. في السنه. ده الباكج كله. 50 مليون في السنه يعني في 3 سنين ب 150 مليون. لا، من البث ومن رعايه التيشيرت بتاع من كل حاجه في النادي. لا، في حاجات تانية بقى يعني في سور النادي تسويقيه، ما ده بيخش في التسويق. سور النادي بنستفيد من اعلاناته، يعني بيدخل حوالي دلوقتي 20-30 مليون جنيه في السنه. يعني النادي الاهلي داخل في 400 مليون في الثلاث سنين. نادي الزمالك لسه الامور بعيده. استنى، لا احسبها لك، مش بعيد. معلش ثانيه واحده عشان 50 150 و20 في 63 كام يعني الأهلي؟ 210 400 داخل في حوالي 400. فرق حوالي يعني بنتكلم في 30%. 30%. وانت شايف الدنيا ابتدت تقرب. طبعا. البطولات والانجازات اللي يعني نادي الزمالك كان محتاج حد يجيب حقه ولا محتاج بطولات يبيع عليها؟ لا، محتاج يجيب حقه. محتاج يجيب حقه. يعني حتى من غير بطولات كان نادي الزمالك هيزيد؟ لا بالبطولات ما كانش هيزيد برضه. يعني النظريه كانت مختلفه عندنا في نادي الزمالك. كنت تاخد بطوله ويفضل ثمنك تسويقيا مش مظبوط. لكن الدنيا اتعدلت في وجود حد يجيب حقه يعني. هل نادي الزمالك اعلاميا ابتدى ياخد حقه؟ كان دايما يعني الزمالك في اول الالفينات كان بيحصل على كل البطولات. انا فاكر كان بطوله الدوري والكاس وافريقيا والسوبر وافرو اسيوي ومش عارف بطولات كتير جدا، وكان الاهلي اضعاف بالاضعاف يعني. كان نفس القصه، يعني كانت الامور ما لهاش علاقه ما لهاش علاقه بالبطولات. تمام. هي شطاره يعني كابتن حسن حمدي بس كابتن حسن بانجازاته برضه، يعني كان بيجيب بطولات وهو كان شاطر في الحته دي برضه، فكان بيعرف يبيع عليها كويس. لا هو فمن غير بطولات ما كانش هيبيع برضه. لا، ومن غير بطولات كان بيبيع برضه. طيب حاسس برضه كان دايما يقولوا الاعلام الاحمر في فروقات